السلام عليكم. نلتقي بالشيخ والأستاذ وإن شاء الله المحقق حسين عبد الخاتش. شيخنا صاحب الحضور الدائم والمتواصل بالمنتديات، وهو أحد أعضاء رابطة الأنساب، تاريخ وتوثيق الأنساب. شيخنا العزيز، شنو الكلمة اللي تقدمها لأعضاء الرابطة وللشيوخ اللي يعني دائما متواجدين أثناء المؤتمرات والاحتفالات؟ نعم، أحسنت. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم تحياتي لك السلام. وممنون عندكم. وأنا أنت سألتني يعني أقدم للرابطة، أنا ما أصير أقدم للرابطة وأنا بداخل المتحف. أولا أقدم المتحف وأقدم الإدارة وكادر المتحف. بالنسبة المتحف قائم بأهله صراحة وتعبوا وذبوا جهد كبير. أستاذ هاشم طراد، تحياتي إلى من هالمكان. طبعا أنا جيت أسلم عليه اليوم لقيته ما موجود، وجيت لقيت أستاذ ستار وتحياتي إلى سلمت عليه طبعا، وتحياتي إلى هذول تعبوا والله صراحة، ذبوا جهد كبير ويعني وأنجزوا هذا من بعد سقوط 2003 لحد الآن. يعني جهد كان منهك متعب، بس هم ناس مهنيين. نعم. ويستوجب عليهم يعني رفعت بلدهم ورفعت راس بلدهم، وهذا يعني على مستوى العرب مش على مستوى العراق صراحة. شيخنا من فضلك، شنو الكلمة اللي تقدمها لأعضاء الرابطة والمحققين بهذا الشيء؟ والله المحققين هم أكيد يعني أساتذتنا هم، وطبعا درسوني. أنا ما يصير يعني أشكل عليهم بشيء أو أقول، بس إحنا نوصي لأن اعتزازنا بهم، هم أخواننا، ونريد هذا الشيء يعني إيدنا بإيدهم حتى ننجح. بالنسبة للرابطة مال الأنساب، أهم شيء التأكيد. يعني أكو بها ناس قامت تختم شلون ما كان، وقام يجي يسوي يعني يعني تصحيح مسار. اي نعم، تصحيح مسار. فاحنا وياهم ساندينهم، الناس دابين جهد كبير، تحياتي لهم جميعا. يعني كلهم عمالقه صراحه. زين. وكانت في زمن قبل الفوضى، هسه لا والله يعني حسنوا مسارها ومشيت باطار صحيح. هاي بالنسبه للرابطه. نعم. توجيهات الى عشائرنا الكريمه. السلام عليكم ورحمه الله. شيوخنا، شيوخ العشائر الكريمه، اتمنى من عشائرنا مشايخها وسادتها واخوانهم عندهم وثائق، وهاي الوثائق محتكرينها يعني ضامنينها، او مثلا يقول لك وين اوديها وكذا. احنا ما نريد الاصليه، احنا نريد نطلع عليها يعني في شيء يستفاد منها الباقي. نعم، مستنسخ من عندها، وراح تتوثق عندنا هنا بالمتحف. وانا حاكي للمدير استاذ هاشم طراد، استاذ ستار، فراح تتوثق عندنا هنا بالمتحف وتبقى. وهذا ارث. هذا الارث للبلد اولا، اثنين الاولاد عشائركم، كل عشيره تفتخر يعني بتاريخها. فريد من مشايخنا اللي عندهم وثائق تخص ثوره 20 او غيره، او توقيع او ختم او عثماني او اي شيء. يعني راح اترك لهم انا بعد هالمقطع يعني محضر جانبك على رقم على الواتساب، يقدرون يرسلون لنا هذا الشيء ويتواصلون وياي. وانا يعني اول خطوه تقريبا هنا سويتها، ثبتت انه انا ركابي. اول ما ثبتت يعني عندنا وثائق مال مزعلال حميده، سويت بها لقاء مميز هنا، وطلع يعني وثبتنا وثائقنا موجوده، والسجلات بالسجل الذهبي وغيره. فاحنا نرجو من شيوخنا ومشايخ عشائرنا الكرام المستمسكات الرئيسيه والقديمه والموثوقه والما نتلاعب بها طبعا، وهم ان شاء الله كلهم ثقات موجوده، فيجيبونها ان هنا مستنسخه حتى اثبتها هنا بالمتحف. والمتحف تعرفون مدني، يعني ما له علاقه بالسياسات. السياسات تتغرب والشر تروح، تسقط حكومات تبقى حكومات، هذا باقي ان شاء الله. ارث اولادكم وناسكم، وتحياتي لكم مشايخنا الكرام. ومعاكم انا الشيخ حسين علي نجم عبد الخاتشي، شيخ عام عشيره الباشق الركابيه. وتحياتي لمشايخنا جميعا، وتحياتي للشيخ الحاج الهمود والشيخ ظافر والشيخ عبد الهادي والشيخ طالب آل حرب. وتحياتي للمشايخ والشباب جميعا. شيخنا نتقدم لك بالشكر الجزيل، ونتمنى لك النجاح في هذا المسار. الله يحفظك، الله يسلمك، الله يخليك. اكون ممنون. يا أهلا وسهلا.